ازيكم؟ انا سماح، وده فيديو جديد وفكرته يمكن مختلفة شوية عن الفيديوهات اللي بتنزل على القناة، فيا رب الخلاصة اللي في اخر الفيديو تعجبكم. دي شكل الأوضة بتاعتي، وطول الوقت كنت حاسة انها مش احسن أوضة، وعلى طول عايزة اجدد واغير فيها حاجات. وكنت بعمل كده فعلا، كنت كل ما اشوف حاجة تنفع تبقى ديكور حلوة في الأوضة كنت فعلا بروح واشتريها. لكن الحقيقة ان جت عليا فترة فعلا ما كنتش طايقة الأوضة خالص، وبدأت حاولت كده اشيل كل الحاجات الموجودة فيها وطلعتهم كلهم فعلا بره الأوضة، وبدأت أدخل الحاجات اللي أنا محتاجاها بس. بالنسبة بقى للدولاب فهو أنا عارفة إن هو من الأساسيات اللي كانت في الأوضة، لكن بالنسبة لي ما كانش أساسي عندي في الأوضة. وبدأت أشيل الأسطوانات دي كده، حسيت إن هي مغمقة الأوضة أو قافلة الألوان بتاع الأوضة كانت ألوانها بالنسبة لي ما كانتش أحسن حاجة، وكنت دايما شايفة إن أنا لازم أغير ألوان الأوضة. وقعدت كده فترة خطط ان لون الاوضه هعمله باللون كذا، وشكل ستاند هيبقى عامل ازاي، وشكل كده مكتبه للكتب، وشويه ديكورات كده من ايكيا، وحبال نور وحركات بقى علشان تطلع الاوضه اللي انا كان نفسي فيها، او زي الصور كده اللي بنقعد نشوفها على الانستجرام. وبالفعل بدأت أشيل كل الحاجات الموجودة تدريجيا لحد ما الأوضة بقت فاضية تماما. وبدأت كده أبص للأوضة وأحس إن المشكلة في الوقت ده ما كانتش في ألوان الأوضة خالص، يعني الأوضة بالنسبة لي ما كانتش عايزة تتغير لونها. وبدأت اطوقها كده، ولقيت ان انا لما شلت الدولاب لقيت فيها براح كده، حسيت ان الاوضه فعلا وسعت خالص. ودي من اكتر الحاجات اللي بحبها تكون موجوده في المكان اللي انا فيه، دايما بحب ان المكان يبقى واسع وفيه مساحه كده. وبدات احط في المكتبه دي كده كل الكتب وكل الحاجات اللي انا بستخدمها. طول ما الحاجه قدامي دايما بستخدمها، لو الحاجه بقى موجوده في مكان مقفول ما بستخدمهاش خالص. وبدات ادخل المرايه والستاند اللي انا بستخدمه للتصوير. وفي الاخر اكتشفت ان مفيش اوضه مثاليه، وان دايما ما اقارنش الاوضه بتاعتي باي اوضه تانية، لان انا ولا انفلونسر ولا موديل، كل ده اي كلام. هو حلو اننا نطور من المكان اللي احنا عايشين فيه، بس لو ده ما حصلش ما تخلوش الانستجرام وبنترست يعقدوكم في حياتكم. حبوا المكان اللي انتوا دايما عايشين فيه وحاولوا تغيروه على قد ما تقدروا.